السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. اليوم نتكلم على أديب وشاعر جزائري ربما نسته الألسن لكن لم تنسه الكتب، ألا وهو الشيخ موسى الأحمدي نويوات. سأقرأ عليكم شعرا له لطيف كتبه حول موائد الطعام، ونحن في هذا الشهر يعني يكثر الحديث عن الطعام وعن الأطباق وكثرتها ولذتها إلى غير ذلك. فكان مما قال في ميمية لطيفة له: إني إلى اللحم يا جند القرى قرم، وفي فؤاد منه النار تضطرم. لحم الخراف إذا ما طاب يعجبني، والطب قال به الأدواء تنحسم. يزيد في الوجه نورا سر ناظره، ولا ينال الذي أدامه السأم. ما أجمل اللحم فوق النار تنضجه، والسمن في جوفه والجمع يبتسم. أما الحساء فما لي عنه مستبر، أما الحساء فما لي عنه مستبر. به وبالكسكسي اللذات تنسجم. حساء لحم الدجاج بالفريك له طعم عجيب، إليه تنشط الهمم. والحوت إن أتقن الطاهي طباخته، فإن الحنيذ بهذا قال بعضهم، أو فاق الحنيذ بهذا قال بعضهم. والرز يقصد الأرز، والرز والعين والكفتتات بينهم، وكل ما يشتهى في البيت منتظم. موائد فوقها ما لذ من أكل، والماء كالشهد في أكوابه شبم. وقال للقوم داعيهم: ألا انتبهوا، هذه الموائد قد مدت هيا انتظموا. هذه الموائد قد مدت هيا انتظموا. هبوا إليها هبوا إليها كأسد الغاب يدفعهم. شوق إلى ما حوت وكلهم بهم، رجال حرب لدى الهيجاء تعرفهم. ما منهم أحد في الروع ينهزم. سلوا السيوف، ملاعق مغارف، سلوا السيوف ولا الشوك، سلوا السيوف وراحوا يفتكون بها. فتك الحقود بمن زلت به القدم، فتك الحقود بمن زلت به القدم. فالخبز مبتلع والحسو منصرط، والرز ملتقم واللحم ملتهم. والشوك تعمل والأضراس طاحنة، والبطن يكبر والمضياف يحتدم. لكنه قل من في الحرب يثبت في يوم الكفاح إذا ما استوقد الضرم. إلا الذي هو في ذا الجمع ينشدكم، يقصد نفسه، إلا الذي هو في ذا الجمع ينشدكم، فإنه بطل بل مفرد علم. الحسو والرز والمطلوع يعرفني، والكعك والخبز والكسكاس واللحم. والمز والعنب المصفر محترم. والرز والموز والعنب المصفر محترم. ولي شهود على ما قدمت، ولي شهود على ما قلت تشهد لي، بأنني في ميادين القرى لهم أشم كالقط ريح اللحم من بعد. أشم كالقط ريح اللحم من بعد. فأستريح وما ازدردت ينهضم، فأستريح وما ازدردت ينهضم. كأنني ما أكلت الخبز من زمن، وما شربت ولم يفتح لي لذاك فم. وما شربت ولم يفتح لذاك فم. فلا تظنوا رفاقي أن ثمة من في الناس غيري، لذا الطعام يلتهم. يمناي كالبرق، لست هذه يمناي كالبرق للأخباز خاطفة.
يمناي كالبرق للأخباز خاطفة، وفي حشايا رحى كالنار تضطرب. ترحي الحجارة بل ترحي الحديد، وما تنفك غوث أخ لأنها حطم. وهل هلال أو البراش ميسرة، أو ابن هند فشاف البلع ذكرهم. وهل سليمان مثلي في شراهته، وهل يشق غبارا في الورى لهم. شكرا جزيلا لمن يا قوم أكرمنا، شكرا جزيلا لمن يا قوم أكرمنا. وهكذا فليكن في مثله الكرم. ولست أغمط حقا لآكلين فهم. ذخري وفخري وجمعي أحتمي بهم. فالله يجزيهم خيرا ويحفظهم من كل ما يستعيذ منه جمعهم. فالله يجزيهم خيرا ويحفظهم من كل ما يستعيذ منه جمعهم. نظمها الأستاذ موسى الأحمدي نويوات الجزائري، المولود سنة 93 وألف، والمتوفي سنة 99 و900 وألف للميلاد. قرأها عليكم الأستاذ عيسى عصام صداعي. تقبلوا تحياتي. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ما ذكرنا هذا لشراهة ونهم، ولكن ذكرنا هذا لبحث وكتابة وقلم. ومع ذلك صلوا على الحبيب المصطفى خير الأنام والبشر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.